تصريحات طارئة من إبراهيم فايق بسبب طبعا خروج منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة من بطولة أفريقيا المقامة في مصر. خلينا نسمع إبراهيم فايق ونرجع لبعض مرة تانية. هو المفروض يعني ان احنا عندنا منتخب شباب بيلعب بطولة الأفريقية تحت 20 سنة. والمفروض المفروض ان البطولة تقام في مصر. والمفروض انه اي منتخب يتم اعداده بشكل او باخر للمنافسات. والمفروض انه لما ادارة بتستلم من ادارة، اول حاجة بتعملها هي متابعة ما تم انجازه ووضع تقارير فيما سيتم لاحقا. بمعنى اصح يحط خطة، يعني بمعنى تاني يحط استراتيجية، بمعنى تالت ما يضحكش علينا ويقول لنا انا ماليش دعوة باللي فات. استلمت ملف، تيجي تمسك الملف تشتغل على اللي بعديه. يعني انا بحاول اضغط على نفسي علشان استخدم العبارات اللائقة، بحاول اضغط على نفسي جدا عشان استخدم التعبيرات المناسبة في المكان المناسب. وبما ان انا احاول اضغط على نفسي جدا جدا علشان استخدم التعبيرات المناسبة في المكان المناسب، فاللي حصل النهارده فضيحة كروية بكل ما تحمله الكلمة من معنى في مباراة امام السنغال. كمنتخبنا يعني يصعب عليك، لا حول ولا قوة، مفيش حاجة خالص، لا فكرة ولا هدف ولا طريقة لعب ولا حاجة، مفيش أي حاجة خالص، مفيش أي حاجة. وخليني أقول لك القصة عاملة إزاي. القصة باختصار إن المنتخب ده من قبل ما يلعب أي مباراة الكل عارف إن المنتخب ده هيخبط في الحيطة، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وهياخد مع الناس كلها. بس بما إنه كله هيعرف إن هو هيخبط في الحيطة، فمن بعد أول ماتش يلا نسرب. من بعد الماتش التاني لا مش احنا لا مش احنا، ده اجري بص عليه هناك هو اللي جاب، واحنا مالناش دعوه، احنا اتحاد كوره، واحنا مالنا احنا. لكن تيجي يا باشا، طب والكابتن شوقي غريب مش انت برضو اللي مشيته؟ طب ما هو انت يعني اخدت قرار اهو، طب اشمعنى جيت في ده يعني؟ ما اعرفش، بس هو كده. هو كابتن محمود جابر ده مش احنا اللي جبناه، احنا جينا لقيناه. يعني انت ما جيتش لقيت كيروش؟ جيت لقيت كيروش. طب ما سبتوش ليه؟ لا مشيته، ما كانش عاجبني. طب وكابتن محمود جابر ايه الاخبار؟ انا شايف انه حجم الانتقادات واسع جدا جدا للشباب وللولاد الصغيرين، منتخب مصر للشباب وللجهاز الفني. بس هي مش كده، ما تضحكوش علينا يا جماعه، ما تضحكوش علينا. انت جايبها في مين؟ في اللي ما فيش في ايده حاجه؟ لا، انا ما حدش يقول لي بص العصفور، انا مش هبيعها لحد، دي القلقاسه دي انا مش هبيعها لحد. القلقاسه دي جوه جسمي افهم بيها. حضرتك المسؤول عن انه الناس دي تيجي. مين اللي اختار الجهاز الفني؟ مين اللي قال انه الجهاز الفني يكمل؟ مين اللي متابع الجهاز الفني؟ انتقاء العناصر. ما انت اصلا مش ظابط الظابطه من الاول، فطبيعي اللي يجي بعديها كله مبقاش مظبوط، فطبيعي تشوف المستوى المتدني ده. مستوى متدني. بالمناسبه السنغال عملت معاك كل حاجه السنتين اللي فاتوا، كل حاجه واي حاجه. منتخب السنغال فاز عليك منتخب اول في نهائي بطوله الافريقيه، صعد على حسابك كاس العالم، هو اللي مخرجك النهارده منتخب الشباب تحت 20 سنه في البطوله اللي بتتلعب هنا في مصر على ارضك وسط جمهورك. هو اللي مخرجك من الشاطئيه، وهو اللي مخرجك من النسائيه، وهو اللي مستحوذ على كل حاجه. وهو اللي حتى في البطوله اللي فاتت بتاعه المحليين، اللي ربنا نجدنا يا اخي ان احنا ما عندناش منتخب محليين، فاز بيها. علشان تعرف انه الكوره اتقدمت قد ايه في افريقيا. السنغال بقت بتعمل معاك كل حاجه، الصح كله بتعمله معاك. مفيش مواجهه ما بينك وما بينهم الا بيكسبوها. طب ده ايه بقى؟ صدفه مثلا؟ تتغلب مره التانيه لا، تتغلب مرتين، مره مرتين ومرتين مثلا، منافسه ومنافسه مثلا. بس ازاي تكسب؟ ما هو انت مش مجتهد تكسب ليه؟ هو انت بتسعى؟ هو انت بتخطط؟ هو انت عندك اي حاجه في اي حاجه بالصلاه على النبي؟ مفيش. فطبيعي جراء ده ايه؟ دوق بقى، دوق من كاس الانجازات العظيمه. سنه كامله انجازات،
انجازات اللهم صل على النبي، حوش انجازات بتقع من كل حته. ولما بنطلع نقول كده الناس بتزعل. الله، شوفوا يا جماعه مستوى منتخب مصر النهارده حاجه تكسف. اقسم بالله الواحد عايز يستخبى جوه هدومه وهو بيتفرج على المنتخب. انا مش متخيل الماتش ده متذاع. مش متخيل ان ده متذاع. ازاي قابلين على نفسهم كده؟ ازاي مش حاسين ان دي نتيجه تصرفاتهم؟ ازاي يعني؟ ونيجي نرجع في الاخر نفضل نقول يا جماعه، قال لك بكره في اجتماع طارئ لمجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، هيعملوا لنا بكره مفاجاه، هيمشوا تقريبا الكابتن محمود جابر ولا ايه مش عارف، هيعملوا مفاجاه بكره رهيبه. ادينا بنتكلم. بص يا سيدي، اخفاقات، انت بتتكلم على نهائي بطوله الامم الافريقيه، بتتكلم على عدم الصعود الى كاس العالم، بتتكلم على مشكله كروش وفضحتنا اللي كانت بجلاجل، بتتكلم على المشكله اللي بعديها بتاعت الكابتن ايهاب جلال، روح يا كابتن ايهاب جلال، تعالى يا كابتن ايهاب جلال، طب مع السلامه بقى عشان ما فيش فلوس في الخزنه، راح الكابتن ايهاب جلال، ما رجعش الكابتن ايهاب جلال، تعال نكمل على اللي بعده، يمشي مش عارف الكابتن عصام عبد الفتاح، تعالوا نجيب كلاتنبرج، يمشي كلاتنبرج، لا تعالى كلاتنبرج، لا امشي يا كلاتنبرج، روح يا كلاتنبرج، لا خلاص مشي كلاتنبرج، ما بقاش كلاتنبرج موجود، لا تعالوا هنجيب احنا دلوقتي مش عارف ايه، لا لجنه انضباط تمشي، لا تمشي ما اعرفش مين اللي يحصل، كلها بسم الله ما شاء الله انجازات حقيقيه على ارض الواقع. انجازات عشان احنا عالم اصلا مفتريه، احنا عالم مفتريين اصلا. واحنا شايفين كل الانجازات دي وما بنتكلمش. فادي الانجازات، سنه عام من الانجازات، حاجه ما فيش بعد كده في كره القدم، جمال وشياكه وحلاوه ومنتخبات بتكسب اهي والدنيا زي الفل. مالنا بقى في ايه؟ مش هنحمد ربنا بقى؟ مش هنشكر ربنا بقى؟ ما فيش حتى كمان يعني حتى احقاقا للحق نقول ان الناس دي عملت انجازات؟ كم من المجاملات الفج لازم تحاسب عليه يا جماعه. مفيش حاجه من غير تمن، مفيش حاجه من غير تمن. هتجتهد وهتشقى وهتتعب وهتذاكر وهتخطط وهتحط اهداف، هتنجح. نتيجه حتميه وان اتاخرت بس حتميه. لكن مش معقوله هتبقى انت طول الوقت مجاملات، بتزعل شويه وتتقمص شويه، ده هنجيبه وده مش هنجيبه، ده هيبقى معانا وده ده مش هيبقى معانا. احنا لازم لما نيجي نشكل المنتخبات يبقى نصها اهلي ونصها زمالك. احنا لازم نشوف الناس بتاعتنا مش الناس بتاعتهم. احنا لازم نعمل معرفش كذا، احنا دي تحس ان هو عنصر منقطع تماما عن كرة القدم المصرية. طب وبعدين يا جماعة؟ وبعدين ما هو انا عارف ان احنا كلنا في نفس المركب، بس انا بكلمك حتى النهارده ما انتش حتى مغلوب 1-0 2-1، النتيجه فيها رايح وجاي يا راجل، ده انت مضروب بالطلقه من اول المباراه. كل سنه وانت طيب. وبعدين انهيار بقى تاني، تك 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 الاربع تجوال، كل سنه وانت طيب. هفضل اقول طول ما احنا ماشيين شغل اليوم بيومه، كل سنه وحضراتكم طيبين. طول ما احنا مشغلين بالمزاج وبالهوى، كل سنه وحضراتكم طيبين. اداء سيء لمنتخب الشباب وربنا يستر. انا بقول لكم احنا بنتكلم على كاس العالم 2026، هذه البطوله اللي من المفترض ان الولاد بتوع النهارده دول يكون عندهم 23 سنه في البطوله ديت، فانت تاخد منهم مع المنتخب الاولمبي اللي بتمنى من الله انه يبقى منتخب كويس، بتمنى من الله المنتخب الاولمبي لان هو الامل الاخير. خلاص احنا هنتفضح لو المنتخب الاولمبي ده عامل باي، هنتفضح. انا بقول لكم اهو هنتفضح، لانه دي اخر حاجه قبل المنتخب الاول. فتخيل انت المنتخب، اصل المنتخبات دي اصلا بتتكون ليه بقى؟ ليه؟ عشان خاطر المنتخب الاول، عشان ننافس. حلو كده الكلام؟ فاحنا بالصلاه على النبي رايحين خالص اهو، رايحين ما فاضلناش امل غير المنتخب الاولمبي، علشان ده اللي المفروض هيغذي بعد كده ويبقى موجود كمنتخب اول، وعناصره هي اللي تبقى موجوده، لانه دول مش هيعيشوا طول العمر يعني، مش هيخللوا يعني. فاحنا في وقت صعب جدا جدا جدا، وتاني وتالت ورابع الوقت صعب، وادينا بنقول ان الوقت صعب. بس هرجع لنقطه مهمه، لازم نبتدي مش دلوقتي، من امبارح. نبتدي من امبارح. احنا جبنا الكابتن محمد شوقي، شغلناه شويه في المنتخب الاولمبي. اسمع عن محمود، دي قصه جميله قوي تعجبك. فجبنا الكابتن شوقي، قلنا له يا كابتن شوقي والله انت اشتغلت في المنتخب الاولمبي، فعايز شايفين ان انت خدت خبرات كويسه، فهنطلعك عند كروش تمسك المنتخب الاول. فقلنا تمام مع موجود اهو الراجل، اسمع عن محمود، فبقى موجود في المنتخب الاول. طيب يلا فرصه كويسه بقى ان احنا ايه،
محمد شوقي ده هيبقى الاستراتيجيه بتاعتنا اللي هتتبني عليه، وبعدين هنقوم مطلعين في ظهره وائل رياض، ونقوم مطلعين في ظهره فلان الفلاني، ومطلعين في ظهره فلان الفلاني، بحيث ان احنا يبقى عندنا مجموعه من الكوادر اللي احنا بنشتغل عليها، فنشوفها في الاخر هي اللي بتقود المسيره الفنيه. فروحنا جينا عاملين ايه؟ هي ماشيه، اهي ماشيه بدون اي تخطيط، بس ماشيه. ها، رحنا جايبينه من الاولمبي طالعين على المنتخب الاول، رحنا لا شكرا يا كابتن شوقي، متشكرين قوي. متشكرين يعني يعمل ايه؟ لا، ما على البحر، اقعد على البحر شويه، ريح على البحر شويه، بس ادي القصه. انا بدي لك حاجه من على طرف المعلقه. والله 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 كم من المجاملات بيحصل في حاجات كتير جدا 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 غير طبيعي. فهنفضل ندفع الثمن، وهنفضل كل شويه نطلع نقعد نتكلم نقول الكلمتين دول، وهنفضل طول الوقت زعلانين ودمنا محروق، وهنفضل طول الوقت بنقول يا جماعه ناخد بالسبل العلميه وبالتخطيط العلمي والاستراتيجيات ووضع اهداف بعيده المدى واهداف قريبه المدى والحاجات دي كلها، وهنطلع نسال الناس، والناس هتجاوبنا اجابه واضحه وصريحه، هيقول لك احنا مهتمين بالكره النسائيه الفتره دي اكتر من الكره الرجاليه. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، ده كان هجوم ناري جدا شديد اللهجة من ابراهيم فايق على اتحاد الكرة بسبب خروج منتخبنا طبعا تحت 20 سنة من بطولة افريقيا تحت 20 سنة المقامة في ارضك وسط جمهورك. يعني بطولة انت بتلعبها على ارضك وسط جمهورك، المفروض بتعمل اعداد ليها كويس جدا، بتختار طبعا مدير فني قوي، بتبدأ اللي انت تعمل اعداد وتجهيز لهذا الجيل عشان هو اللي هيقود المرحلة القادمة بكل تأكيد. يعني هو مش هيقف عند هذه البطولة فقط، ولكن انت المفروض بتعمل اعداد لهذا الجيل ان هو يقود باقي طبعا المنتخبات القادمة، لان ده جيل عنده 20 سنة، يعني انت منتظر منه الكثير والكثير. لما يبقى بهذا السوء فيسأل على ذلك طبعا اتحاد الكرة في المقام الاول والاخير. فين الاعداد، فترة الاعداد اللي تم تنفيذها لهذا الجيل؟ فين طبعا المباريات الودية طبعا لهذا الفريق؟ حاجة غريبة جدا جدا، ما شفتش اي شيء في هذا المنتخب يدعو الى التفاؤل فيما هو قادم. وده طبعا مش من جديد على اتحاد الكورة، فضيحة اخرى تضاف لسجل فضائح اتحاد الكورة اللي طبعا متكررة. ويمكن الواحد خلاص، يعني السوء اللي احنا بنشوفه دوت من سوء الاداره من اتحاد الكوره هو اللي اتي بهذه المهازل وهذه الفضائح. لحد هنا طبعا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى لو انت حابب تتابع اخر الاخبار واخر التطورات داخل الكره المحليه والعالميه، اتمنى تضغط لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.